معظم ادوات الذكاء الاصطناعي دلوقتي بتقدر ان هي تحول تكست نص لصوره. تقدر تقول له مثلا وليكن اعمل لي صوره مركب فضائي، وهيبدا ان هو يكريت لك الصوره دي. وطبعا على حسب الذكاء الاصطناعي اللي انت بتستخدمه وعلى حسب جوده الصوره اللي هتطلع. بس اللي حصل بقى ان جوجل عملت اداه ذكاء اصطناعي جديده بتحول اي نص لفيديو، والفيديو بيطلع حلو قوي الصراحه. والاداه دي هي فيو 3. فيو 3 بكل بساطه هي اداه ذكاء اصطناعي متدربه على فيديوهات وبيانات ضخمه كتيره جدا، وبتفهم في الفيزياء المعقده، وكمان تقدر ان هي تشوف حركه الانسان بتمشي ازاي والمشاعر وحاجات كتيره جدا، وبتطلع فيديو بيوصل لدقيقه، وكمان الكواليتي بتاعته او جودته 1080. بس في حاجه مهمه جدا حابب ان انا اقولها. انا مش عاوز نوعيه الفيديوهات دي تكون محبطه ليك. احنا حرفيا بنجرب حاجات جديده، بنشوف الحاجات اللي تقدر ان هي تسرع من شغلنا، بنجرب وبنستكشف وبنشوف حاجات ممكن تكون سمعت عنها قبل كده وممكن ما تكونش سمعت عنها قبل كده. فعاوزك تتفرج على الفيديو وانت مبسوط مش وانت زعلان، يعني ما تحسش ان انت زعلان بقى وتلاقي ان الذكاء الاصطناعي دخل في كل حاجه، وهتلاقي اي مجال انت دخلت فيه هتلاقي الذكاء الاصطناعي داخل معاك. فالذكاء الاصطناعي بيدخل عشان يسرع من شغلنا، عشان نقدر ان احنا نتعلم ونتطور بشكل اسرع بكتير جدا. تخيل الآلة الحاسبة لو ما كانتش لسه معمولة، فيعني هنكون دلوقتي فين؟ هتلاقي ان في تفاصيل معقده جدا ما نقدرش ان احنا نحسبها بدماغنا، وما نقدرش ان احنا نحسبها بسرعه كمان. لكن الآلة الحاسبة جت خلصت الدنيا دي كلها. فهل الآلة الحاسبة جت عطلتنا ولا خلتنا ان احنا نمشي بشكل اسرع؟ ده برضو موضوع الذكاء الاصطناعي. عاوزك تكون مبسوط وانت بتتعلم حاجات جديده في الذكاء الاصطناعي. في ناس لحد دلوقتي لسه ما تعرفش يعني ايه شات جي بي تي، وما بيستخدموش اصلا شات جي بي تي. برضو ممكن على حسب شغلهم يعني او الحاجات دي كلها. بس انا بقول لك ان انت ما دام دخلت هنا، او ما دام ان انت بتتفرج على ادوات الجديده بتاعت الذكاء الاصطناعي، بتحب ان انت تجرب وتشوف والكلام ده كله، فالمفروض ان انت تبقى مبسوط، ما تبقاش ان انت زعلان. فانا عمري ما هعمل فيديو ان هو يكون محبط بالنسبه لك. احنا حرفيا بنفضل نجرب ونستكشف ونشوف الحاجات الجديده مش اكتر، ونجربها سوا يعني. فتعالى بقى نجرب التكنولوجيا. بس قبل ما نجربها، انا احمد عادل ودي قناه اتعلم ببساطه، وتعالى بقى نشوف في 3 ده بيعمل ايه. بس ما تنساش بقى تعمل الحاجات الحلوه اللي انت على طول دايما بتعملها، بقى لايك وايه سبسكرايب والكلام اللذيذ ده. وتعالى بقى نجربها. طيب هنبدا ان احنا نجرب بقى فيو 3. الموضوع ده موجود على جيميناي، بس جيميناي لازم يكون برو. كانت في طريقه جوجل نزلتها ان انت تاخد جيميناي برو لمده سنه ببلاش، بس حاليا الطريقه دي جوجل لغتها. فدلوقتي انسب طريقه عشان تقدر تجرب الموضوع ده ان انت تشترك فيه. بس يعني ثانيه واحده، ان انت مش هتدفع فلوس، انت هتحط بس الكريدت كارد. هتاخد اول شهر مجانا يعني ب0 جنيه. بس اهم حاجه ان انت تحط الفيزا بتاعتك وتبدا ان انت تشتغل عليه عادي جدا. وبعد كده لما يجي اخر الشهر تقدر ان انت تكنسل الاشتراك عادي جدا من غير ما تدفع اي حاجه. ولو انت بقى ما عندكش كريدت كارد او كده، فتقدر بقى تستخدم بتاعه واحد صاحبك او ايا كان يعني. بس هي دي الطريقه الوحيده اللي انا وصلت لها عشان تقدر ان انت تشتغل على جيميناي. فبكل بساطه هتدخل على جيميناي، هتكتب له برومبت معين. انا هقول له البرومبت ده ان هو يقول لي كده يكون في مبرمج يعني يقدر ان هو يقعد في اوضه وتطلع الاكواد بتاعته من اللابتوب. وبعد كده يقول لي في الاخر اشترك في قناه اتعلم ببساطه. فهنقول له هنا نختار على كلمه فيديو، وندوس على ايه، وندوس على سبميت. وفي ملاحظه برضو ان انت عندك 3 فيديوهات في اليوم بس، حتى لو انت كنت برو يعني. فهو المفروض هنا ان هو هي يعني بيقول لي جنريت يور فيديو، بياخد من دقيقه لدقيقتين. تعال نشوف الفيديو ايه اللي هيحصل فيه. هو الفيديو ظهر بالشكل ده. اشترك في قناة أتعلم ببساطة. يعني مش حاسه احسن حاجه. ممكن البرومبت اللي انا اديته له ده يعني برضو مش يكون افضل حاجه. بس انا هقول له بقى دلوقتي ان اديك يعني تكست بسيط خالص. قلت له بكل بساطه عايزك يكون في راجل مصري يقول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. ممكن احط الكلام ده بين كوتيشن كده او بين علامتين تنصيص عشان ايه، عشان يعرف الجمله دي اللي هو يقولها. ونقول له برضو نختار على كلمه فيديو وندوس على كلمه سبميت. هو الفيديو طلع بس للاسف ما فيش صوت. يعني حتى برضو بعد ما حملت الفيديو برضو ما ظهرش الصوت، مع اني شايف ان هو بيقول على امازون كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. بس الفيديو برضو حلو يعني. ده شخص بس تحسه برضو ان في ملامح اي اي كده، مش شخص برضو ان هو ايه، ان هو فعلا انسان يعني. طب المفروض ان دي اخر محاوله عندنا يعني. ده منظر ذكاء اصطناعي تخاف منه اصلا. هقول له ان في راجل قاعد على قهوه وحوالينه مصريين، وبرضه بيقول يعني اشترك في قناه اتعلم ببساطه. المفروض ان احنا ندوس سبميت ونستنى بقى دقيقتين ولا 3 لحد ما نشوف الموضوع ده اللي هيحصل. مع انه هو كان شغال حلو والله، بس معرفش ايه اللي حصل له. هو ده المفروض الفيديو. اشترك في قناة أتعلم ببساطة. تكنولوجيا معرفش الصراحه، شكله عامل كده يعني. اي اي يعني.
فطبعا انا لو جيت قلت له اعمل لي فيديو تاني هيقول لي لا خلاص يا باشا ده اخر النهارده. بس يعني حلو، يعني حلو لذيذ. ممكن يكون العيب فيا على فكره، ممكن يكون البرومبت اللي انا بديهوله غلط مثلا، بس انا كنت جربته في حاجات تانية وكانت كويسه جدا. مش قوي برضو بالنسبه للكلام، يعني مش كانت احسن حاجه ان هو يعني يقول كلام حتى لو تلاحظ هنا. اشترك في قناة أتعلم ببساطة. يعني تحسه اي اي فعلا بيتكلم مش انسان. ممكن عشان برضو عربي، يعني برضو اللغه العربيه مش احسن حاجه هتبقى بالنسبه للاي اي او كده. ما جربتوش الصراحه ان هو شخص يقول كلام بالانجليزي والكلام ده، وانا برضو متحكم عندي ليميت ان 3 مرات بس في اليوم، فدي حاجه برضو مش احسن حاجه يعني. ف بس ده بالنسبه لموضوع فيو. يعني حاجة لذيذة ممكن الواحد يلعب بيها شوية، لكن قدام طبعا هتبقى الموضوع مختلف تماما، اللي هو هيكون أكيد في تطور. وده فيو 3 فيو 2 أصلا كان مفيش صوت، يعني ما تقدرش إن أنت، كان يقدر إن هو يطلع فيديو لكن ما يقدرش إن هو يركب الصوت على الفيديو. لكن دلوقتي ده بكل بساطة بتقول له البرومبت عادي جدا، وبعد كده هو هيركب بقى الصوت وهيعمل كل حاجة وبيطلع لك الفيديو. ممكن ما تكونش احسن حاجة حاليا يعني. يعني في حاجات برضو تفاصيل كتيرة لسه ما جربتهاش ولسه ما شفتهاش، بس كشكل اولي هو الصراحة كويس. يعني مش هقول ان هو وحش قوي ولا اقول ان هو حلو قوي، لان انا ما شفتش منه الحلو. انا شفت في ناس كتيرة الصراحة عملت منه حاجات كتيرة جدا حلوة قوي. في ناس عملت اعلانات يعني بشكل بروفيشنال او بشكل احترافي من فيو 3. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. بس بتكلم انا كشخص كمستخدم، يعني ما زي ما انت شايف يعني. فده بكل بساطه اللي انا كنت حابب اللي انا اقوله. موضوع الاشتراك زي ما قلت لك للاسف ما فيش طريقه وصلت لها مثلا ولكن ان انت تقدر تشترك بيها. بس زي ما قلت لك لو انت عايز تجرب الموضوع ده تاخد جيميناي برو، تقدر تحط الكريدت كارد بتاعتك تشترك فيه بشكل عادي جدا، وهو عليه دلوقتي 0 جنيه او لمده شهر يعني. ولما يجي اخر الشهر او قبل الشهر مثلا ب3 ايام تقدر تعمل كانسل او تلغي الاشتراك بتاعك ده. يا رب تكون كل حاجه سهله جدا وبسيطه جدا بالنسبه لك ان شاء الله، وان شاء الله اشوفك في فيديوهات تانية جديده.